كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول أيام العيد، بس قبل ما ندخل في الموضوع خلونا نرجع ليوم من ورا، وهو يوم الوقفة. النهاردة والأول العيد قررت إن أنا أقضيه أكني في مصر بالظبط، أشوف كنت بعمل إيه زمان يوم الوقفة وكمان يوم العيد وأعمله بالظبط هنا. وبما ان في اختلافات كتير بين هنا وكل اوروبا تقريبا والناس المتغربه والوطن العربي ومصر حاجه تانية خالص، ففكرت ان انا اقرب المسافات من بعض واقضي رمضان زي ما الناس بتقضيه بالظبط في الوطن العربي. يعني لبس جديد وعيديه وخروجات وناس في الشوارع وهكذا. والنهارده ده اللي قررت اعمله واقضي العيد بالظبط اكني موجود في مصر معاكم، لان زي ما انتم عارفين انا هنا عايش في امريكا، فما فيش اي حاجه اسمها عيد هنا خالص غير الساعه بتاعه الصبح والناس بتصلي العيد والناس بتتقابل وكده. بقيت اليوم طبيعي جدا، ممكن تروح شغلك، ممكن تكمل يومك طبيعي عادي مش زي الوطن العربي خالص. فمش هتحس بالعيد اصلا ولا هتحس بسعاده تجاه العيد يعني زي زمان. 29 رمضان بكره صباح العيد. قررت ان انا اعيش يوم الوقفه ويوم العيد بالظبط اكني في مصر، فهاخدكم معايا ونشوف النهارده المفروض ان انا اعمل ايه في يوم الوقفه وكمان في يوم العيد. طيب دلوقتي اول حاجه بنعملها في العيد او دايما يعني انك تجيب هدوم جديده او ملابس جديده للعيد عشان تعيد فيها تصلي فيها وهكذا. يعني عند المول علشان نبدا ان احنا نجيب هدوم جديده. عايز اجيب كده سويت شيرتس وكمان بنطلون نعيد فيه بكره، وانا عايد فيه بتاع ساعه ساعتين كده وهركنه زي العاده يعني. فبس يلا بينا اشوفكم جوه. في شويه تيشيرتات هنا بس الصراحه يعني مش عاجباني، كلهم عليهم الويرز دي فكلهم في الفاضي يعني. ممكن نلاقي حاجات تانية في مكان احسن. كمان عايز سويت شيرت، يلا بينا ناخد من هنا. حاجات ناس كبيره في السن فالحاجات دي مش عاجباني، فنضطر ان احنا نروح لمكان تاني. وبعد ما دخلنا كذا مكان كده الصراحه كان في حاجات كتير جدا واختيارات كتير، لكن كانت كلها حاجات قديمه وفي نفس الوقت ستايلات قديمه وحسيتها حاجه ناس كبار وكده. فقررنا ان احنا ندخل على طول اتش اند ام ونشوف الحاجات اللي موجوده عندهم، لانهم دايما بيكون عندهم حاجات شبابي وكده، والموضه اللي طالعه جديد دايما بتكون عندهم اول باول. طيب هم هنا عندهم احسن حاجات انا بحبها اصلا. اتش اند ام في حاجات شبابي وكده، حاجات يعني مودرن وكده، ممكن نلاقي الحاجات اللي انا عايزها كلها موجوده هنا. فبرضه هناخد لفه وفي مكان تاني في بالي هقول لكم بعدين، ده اللي انا عايز اروح ابص فيه على الحاجه اللي انا عايزها. فبس let's go. صراحة في تيشيرتات حلوة، في كمان سويت شيرتات وشوية حاجات كده أسعارهم كويسة ما بين ال50 وال60 دولار. وبعد شوية كتير كده بعد ما فضلنا نلف شوية أخيرا صفيت على التيشيرت اللي انتوا شايفينه ده وكمان البنطلون الزيتي ده ولا مش عارف لونه ايه ده، وكان الصراحة لايق على الييزي بتاعي اللي هو الكوتش اللي انتوا شايفينه ده، فقررت أجيبه. التيشيرت كان عاجبني جدا بس الصراحة حسيته كبير شوية ففي الآخر ما جبتوش. وبس دفعت عليهم وفي الاخر صفيت على البنطلون بس من اتش اند ام وما جبتش اي تيشيرتات. وبعد كده جيت المكان اللي انا محتاج اجيه فعلا من زمان وهو هوليستر. المكان ده بيكون موجود فيه كل حاجه انا محتاجها حرفيا، زي السويت شيرت اللي انتوا شايفينه ده وكمان حاجات تانية كتير. جبنا ده من هنا سويت شيرت، ده معلوش اي رسومات ولا اي حاجه، ساده كده، بس انا ما عنديش اللون ده اصلا، هو اللون اللي انتوا شايفينه ده وشكله عاجبني يعني. ده السمول بس في منه الميديوم اللي هو معايا ده شكله جامد. ايه رايكم؟ ده ينفع كده؟ فاعتقد ان احنا نجربه. هو ده كده زي ما انتم شايفين، جربه ونشوف هيلاقي على البنطلون اللي انا جايبه ولا لا. وبس يلا بينا. طيب انا جربته صغير وما جاش على قدي، فهنجيب اللي هو ده اللارج شويه، اللارج سايز. هو ده زي ما انتم شايفين كده، كمان طقم مع اليزي. بس كله زي الفل. خلاص كده جبنا طقم العيد.
وبس بعد كده خلصنا كل حاجه، جبت السويت شيرت وكمان جبت البنطلون من اتش اند ام وهولستر. وبعد كده كان المفروض ان انا اروح احلق شعري زي ما انتم شايفين واخد هير كات جديده كده، بس الصراحه اكتشفت كل الناس قالت لي يعني اللي حواليا في الوقت ده ان شعري كويس بس محتاج اظبطه شويه كده ومش محتاج ان انا احلقه خالص. فبس قررت ان انا ارجع البيت تاني على طول وما اروحش عند الحلاق ولا اعمل اي حاجه. دلوقتي كان المفروض ان انا اروح عند حلاق واحلق شعري، بس انا اكتشفت ان شعري مش محتاج حلاق اصلا وان شعري كويس. فبس وكمان في حاجه ان الساعه كمان بقت 4 وانا للاسف عندي شغل الساعه 5، فمفيش غير ساعه هنقعد اروح فيها عند الحلاق، ويا ترى هلاقي مكان ولا لا. وبعد كده لازم ارجع البيت اخد شاور وبعد كده اروح على الشغل، فهيتاخر جدا على الشغل وانا مش محتاج ده. فبس خليني كده اعدي العيد واشوفكم بكره في فعاليه العيد، ونشوف يا ترى بكره هيحصل ايه. نصلي الجمعه، نصلي العيد ولا ايه اللي هيحصل. فبس اشوفكم بكره. اهلا بيكم اول يوم العيد النهارده، فالوقت هنجهز علشان نروح نصلي العيد الساعه 9:30. مش عارف ليه متاخر هنا بس ما علينا. وكما زي ما شايفين لسه صاحي، فهجهز دلوقتي ونشوف هنلبس ايه بقى. الحاجات اللي انا جبتها امبارح طبعا، بعد كده اتحرك على طول نصلي العيد. هو ده السويت شيرت اللي انا جبته امبارح، يعني تمام يعني مفيش فيه حاجه، بس انا عملت حاجه عبيطه قوي، وهي ان انا جبت البنطلون نفس اللون بس انا ما خدتش بالي. البنطلون نفس لون السويت شيرت فما ينفعوش مع بعض، ما ينفعش البسهم مع بعض، فخلاص هنخلي كل واحد لوحده بقى. عندي البنطلون الكارجو ده البسه معاه، وكمان تحته التيشيرت ده. Has a message for you today. The first one. ما شاء الله ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، كان الجامع بجد مليان ناس. المسجد كان فيه ناس كتير جدا جدا، ودي كمان كانت الصلاة التانية، يعني بيكون في صلاة أولانية ودي بتكون الصلاة التانية. فكان في ناس كتير جدا جدا ما شاء الله من كل بقى البلاد ومن كل الثقافات ومن كل دول العالم. كل الناس المسلمين متجمعين في مكان واحد وكلهم بيصلوا العيد. هنا الشيخ بقى بدأ ان هو يخطب كده بعد الصلاة بعد ما صلينا، واتكلم عن فلسطين شوية واللي داير في الحوار ده كله كده، والناس كانت بتسمع شوية. بعد كده خرجت علشان اقف بره شوية كده مع الناس وخرجنا. وبعد ما خرجت بره لقيت ناس كتير جدا اكتر من اللي كانوا في الجامع كمان، زي ما انتم شايفين كده كلهم واقفين بره المسجد، ناس كتير. هنا تحت بقى كانوا عاملين اكل كده، في كل عيد بيعملوا دايما فطار، فبتنزل تاخد الاكل بتاعك كده، تاخد فطار وكده وبعد كده بتمشي تاني. هنا بيكون في شاي برضو، وخدت شاي الكرك وطلعت تاني على البيت علشان افطر. صلينا العيد ورجعنا تاني زي ما انتم شايفين كده، واقفين كده شويه. الجو النهارده حلو، في حشره غريبه كده مش عارف ايه الحشره دي. نحله اكيد، دي مش نحله. ادخل احسن يجوا عليا. طيب دلوقتي الساعه بقت تقريبا 2:30 كده في نهار العيد، فلازم نخرج كده ونظبط الدنيا ونروح ناكل حاجه كده، مع اننا اكلنا في البيت مره، بس لازم نحتفل بالعيد يعني، احيوا الاحتفالات. انا المعلم حماصه احلى مسا. خارج نتغدى كده شويه وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. فناخدكم معانا كده ايه كشحه العيد. كشخه دي يعني حاجه فلوس ولا يعني ايه كشخه ولا انا بقول ايه؟ احنا دخلنا مطعم ناكل السوب دي، فيها نودلز شوربه ولحمه وشويه حاجات كده، وجبنا عصير المانجا ده. زي ما شايفين هو ده كان العيد عندنا هنا. طبعا العيد مش هيكون زي ما هو في مصر او في الوطن العربي، بيبقى فيه اختلاف كبير جدا، بس هنا حاولنا ان احنا نحتفل بعيد يعني كده على قد ما نقدر، نخرج شويه ونروح ونيجي، وكمان صلاه العيد في الصبح وبس. ده كان ليله الوقفه امبارح والعيد النهارده. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده. يبقى كده انتهى فيديو النهارده. شير كمان وسبسكرايب. لينك الانستجرام بتاعي هتلاقوه تحت في الديسكربشن، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.